أصحابي عاملين إيه؟ النهاردة هحكي لكم عن عيد تحرير سيناء. عيد تحرير سيناء هو يوم خالد في ذاكرة الشعب المصري، ورمز للصمود وقوة الإرادة اللي حققت النصر في حرب أكتوبر. وقعت مصر وإسرائيل يوم 26 مارس سنة 1979 في كامب ديفيد من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. أدت معاهدة السلام في انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل تراب الوطن. تم رفع العلم المصري على مدينة العريش في يوم 26 مايو 1979. في يوم 19 نوفمبر في نفس السنة انسحبت إسرائيل من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبر اليوم ده العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء. وقامت القوات المسلحة المصرية بتسليم السلطة لمحافظة جنوب سيناء بعد أداء واجبها في تحرير الأرض. وفي يوم 25 أبريل سنة 1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية في مدينة رفح ومدينة شرم الشيخ. وتم استكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد 15 سنة من الاحتلال، واعتبر اليوم ده عيد قومي مصري في ذكرى تحرير سيناء. وفي آخر أيام انسحابها من سيناء أوجدت إسرائيل مشكلة طابة، ولكن في الآخر انتصرت الدبلوماسية المصرية وتم تحرير طابة بعد 7 سنين من العمل الدبلوماسي. وفي يوم 30 سبتمبر سنة 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في مدينة جنيف حكمها في مدينة طابة، واعترفت أن طابة أرض مصرية. وفي يوم 19 مارس 1989 تم رفع العلم المصري فوق مدينة طابة، وفضلت الذكرى دي مصدر إلهام للأجيال القادمة وتذكير بدماء الشهداء دفاعاً عن الوطن. وإن شاء الله هحكي لكم عن بطولات تانية لمصر. باي باي.